على ال OCD اللي هو الوسواس القهري. كلنا عندنا شوية OCD، إنه تابلو معوج فأعدله مش عارفة الكلينكس مش في مكانها أظبطها. طالما دي حاجات في حدود المعقول يبقى إحنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش obsessive compulsive disorder. عندنا شوية obsessions كده أو شوية compulsions. obsessive compulsive disorder في two characteristics. الobsessions دي أفكار بتتكرر في دماغي كتير قوي، compulsions علشان ارتاح من الأفكار دي بتصرف تصرفات usually ما بيبقاش ليها قوي مبرر. أنا ببقى عارف إن هي تصرفات مش مفيدة بس محتاجة أعملها علشان أستريح. الobsessive compulsive disorder مش بس في النظافة، إحنا متعودين عليه إنه حد obsessed بالنظافة بيغسل إيديه كتير بينظف كتير، بس ال OCD له أشكال كتيرة قوي. في وسواس قهري حاجة اسمها rumination يعني بفتكر حاجة حصلت وبفضل أعيد في الفكرة over and over again. عندي client عندها وسواس قهري في فرحها، هي بتقعد تفكر في تفاصيل فرحها جدا، زعلانة إنه الفرح خلص، هتفكر إنه كان ممكن أعمل كذا في التصوير، كان ممكن الورد يبقى شكله مختلف، كان ممكن أدخل بدري، كان ممكن أدخل متأخر. الفكرة مسيطرة على دماغها جدا، فكل شوية تفتح الصور بتاعت الفرح وتحزن على إنه في حاجة كان ممكن تتعمل بطريقة مختلفة. في وسواس قهري في التشيكينج يعني أنا بشيك كل شوية البوتاجاز مقفول ولا لأ، العربية أقفلها وافتحها كذا مرة، الغسالة أنا شغلتها صح ولا لأ، الغسيل ما اتغسلش كويس محتاجة أغسله كمان مرة علشان أتأكد إنه الحاجة اتغسلت صح جدا. في وسواس قهري اسمه سن أو الخطية أو الغلط، أنا طول الوقت براجع نفسي إن أنا عملت حاجة غلط أو كان ممكن أعمل حاجة صح وما عملتهاش. يعني أنا ماشي في الشارع في إزاز مكسور في الأرض، فأقعد أراجع نفسي إنه أنا ليه ما شلتش الإزاز المكسور في الأرض، ممكن حد يعدي عليه ويتعور، إنه في أنا بفكر في فكرة غلط فإذا ربنا هيحاسبني، أنا بتصرف حلمت بحاجة غلط فإذا ربنا هيحاسبني، فبقعد أستغفر وأقعد أعاتب نفسي على الحاجة اللي أنا ما عملتهاش. في وسواس قهري تاني يخص الهارم أو الأذية للآخرين، إنه ممكن أنا بأذيت حد لما أنا قلت كذا، أو لما قلت مثلا دعيت على حد حتى في سري إنه الدعوة دي هتستجاب والحد ده هيتأذي بشخصي بأفكاري، فدافور أنا محتاجة أبقى طول الوقت براجع نفسي في أفكاري لحسن أنا أكون سبب أذية في حد. هتكلم على آخر 3 أنواع من الوسواس القهري. أول واحد فيهم اللي هو اسمه هوردنج يعني أنا بحوش كل حاجة، برطمانات، شماعات، هدوم قديمة، حاجات ما بستعملهاش أبدا بس ورق and so forth احتمال أحتاجه في يوم من الأيام، فبحوش في بيتي بيتحول إلى كركبة مهولة جدا، لأن أنا مقتنعة إنه لو في أي حاجة من دول أنا تخلصت منها هيحصل لي مشكلة كبيرة جدا. الفكر إن أنا محتاج ألحق نفسي، التصرف بيأكد لي إن أنا بلحق نفسي. حاجة تانية doubts and reassurance، إن أنا بقعد أسأل نفس السؤال كتير ورا بعض علشان أنا عايز حد يأكد لي المعلومة، وأنا تخينة وأنا رفيعة وأنا حلوة وأنا وحشة وأنا قلت حاجة غلط وأنا اتصرفت تصرف غلط، هو أنت لما قلت لي كذا من 50 سنة كان قصدك إيه؟ ده نوع من أنواع ال OCD مؤذي ومتعب جدا لكل اللي حواليا. آخر واحد هو self control، إن أنا ببقى عندي قناعة إن أنا هفقد السيطرة على جسمي، هفقد السيطرة على أعصابي، هتوتر ومش هعرف ألم نفسي، الدنيا هتفلت مني خالص. أولا ال OCD نوع من أنواع الانزايتي العنيفة جدا، تحتاج علاج دوائي ده أكيد. الحاجة التانية بتحتاج علاج سلوكي برضو، إن أنا محتاج لما يجي لي فكرة obsessive thought اللي هي الفكرة اللي بتكرر نفسها، قبل ما أقوم أنفذ الحاجة اللي بتريحني، إن أنا مثلا أقوم أشيك على البوتاجاز أو إن أنا أقوم أغسل إيدي أو أتافر، محتاجة أتعلم أأجلها نص ساعة. ابتدي بس الأول بتأجيل التصرف اللي هو الكومبالشن نص ساعة هشغل نفسي فيها في حاجة تانية خالص، بس مش حاجة تخليني أقعد أفكر، يعني مش هتفرج على مسلسل مثلا شفته قبل كده فعمالة أفكر فكرة، هنزل ألعب رياضة، هعمل مكالمة ملهاش أي علاقة بالموضوع، هعمل حاجة في البيت، هوضب حاجة، فهلاقي نفسي بعد شوية الكومبالشن قلت شوية، لأنه الكومبالشن بتطمني إن الأوبسيشن هتهدى، فطول ما أنا بعمل الكومبالشن طول ما الأوبسيشن بتزيد، فأنا محتاج أقل شوية عمل الكومبالشن شوية، فهلاقي الفكرة الأوبسيسيف قلت واحدة ورا